الملك عبد العزيز في الصلاة وبهذا. كان الملك عبد العزيز أنا وشقيقي الأمير محمد كنا طول عمرك إذا جاء الفجر ونوم كنا أعمارنا على 7 سنين. نعم. فكان الفجر يمر علينا هذا في الشتاء وفي الصيف خلي طريقه علينا لبغرة المسجد. فكان الواحد إذا ما قام ياخذ مويه باردة في الشتاء في عز البرد يصبوا عليه. ولكن دخلنا فرق في الفجر فاتنا مع الملك عبد العزيز وكنا طول عمرك كنا في مغازيه وفي روحاته وجياته كنا طوق نمشي بعد ما نتعشى بعد المغرب على الجمال ما فيها، فنمشي طول عمرك الى نجي باقي على الفجر 2 3 ساعات ونبات، لأن الدنيا كانت حر شوي نمشي بالليل. كان ذات نبات ولا جاء الفجر قبل الفجر بساعة قام الملك وقبل الشمعة، فكان ولاك خبرت انه يعني تعفر حتى العفور لا يتوضا، كان الناس في عز الحاجة للماء. فكان يتوضا ويقرأ القرآن لين حتى يقول له اذن الفجر. انها لما ما احد دائما كان الملك عبد العزيز غريب يعني جعلكم الله خير حياته كلها ما خلى مرة في حياته دوم متأخر لين حتى توفى. الله هنيئا لكم جميعا الحمد لله. كان مثل ما قريت ونتفقد هذا كلام في كل حارة كأنه إذا صلوا الناس مكتوب الأسماء عند المؤذن وبعد الصلاة يقرون فلان 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 كبير وصغير. هنيئا لكم جزاكم الله خيرا. لا حرم الله من وجوده.